السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم حلوى أو كيك طبقات ببيضة واحدة وست معالق اقتصادية لذيذة وهشيشة وكتذوب في الفم بطبقة كتجي مقرمشة كتجي معلكة، وأيضا طريقة التزيين ديالها اللي كتجي رائعة. فبلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. في الصحن غنحتاجو بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ، غنضيف عليها 6 معالق من السكر سنيدة، كذلك غادي نضيف 6 معالق من الحليب، 6 معالق من كل المكونات. غادي نضيفو طبقة واحدة من كيك جينواز. أيضا غنضيفو 6 معالق من الزيت النباتية. من بعد غنخلطوا المكونات ونتقلوا نوضعوا الدقيق النواشف. غادي نضيف 5 معالق من الدقيق الأبيض، دائما خاص بالحلويات في الكيك. غنضيف كذلك معلقة كبيرة من الكاكاو المر، وملعقة صغيرة من خميرة الحلويات ما يعادل 8 غرام. غادي نغربل المكونات أو النخل. من بعد غادي نخلط القوام حتى نحصلو على هذا القوام الكريمي. كنكون مسخنه الفرن مقبل على 180 درجة. خد هاد المول بهذا الشكل، غادي نغلفو بالاطراف بالالومنيوم، نوضع ورق الطهي وكنلصقو بالجوانب بورق بالزبدة. من بعد غادي نفرغ الخليط مباشرة وندخلو الفرن كيطيب على درجة مهيلة على 180 درجة. يمكن لكم تنقصوا على حسب الفرن اللي عندكم الدرجة المهيلة ديالو. من بعد نخليه حتى كيطيب. كتشهدوه بالموس، كتوضعوا الموس في الوسط وكتخرجوه بهذه الطريقة، تعرفوا ان الكيك كيكون نضج معكم. من بعد غادي نزول المول، وبالنسبه لينا هنايا وضعنا الطبقه الاولى وغادي ننتقلوا نحضروا الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الاولى غادي نسقيها بالقليل من الحليب كما كتشاهدوا 3 معالق، ما نكتروش. نوضعوا الكيكه جانبا حتى تبرد وننتقلوا نحضروا الطبقه الثانيه. خديت هنا كأس من السكر ما يعادل 150 غرام. نترك هذاك السكر حتى يبدا يذوب. من بعد كنخلطو بالمهل بهذه الطريقه حتى نحصلوا على هذا الشكل. وغادي نضيف 60 غرام من الزبده، نحاول انني نذوبها جيدا حتى نحصل على هذا القوام. وخديت هنايا كأس الا الربع من الكريمه السائله، يمكن لكم تعوضوها كأس من الحليب الا الربع، نخلطوه مع معلقه صغيره من نشا او دانون مسوس كنخلطو معاه كذلك معلقه صغيره من نشا. غادي نخلط المكونات حتى نحصل على هذا القوام. من بعد غادي نوضعوه في واحد الوعاء ونخليه حتى كيبرد، ونوضعوا له المكون الاساسي اللي غادي يعطينا القرمشه. من بعد ما نخليه يبرد كناخذوا الكاوكاو اللي يكون محمر ومهرمش من قبل، وغادي نضيفوا له كطبقه ثانيه نخلط ونتركه كذلك جانبا. ننتقلوا نحضروا الكريمه. خديت هنايا 400 ملي من الكريمه السائله، يمكن لكم ايضا تعوضوها بكريمه الشونتي، الطريقه كتكون في العبوه. غادي نخلط الكريمه حتى نحصل على هذا القوام. من بعد غادي نوضعو فقط في الجوانب بهذا الشكل على الكيكه. من بعد غادي نوضع في الوسط الطبقه المقرمشه اللي كتكون عباره عن كراميل وكاوكاو، كتجي لذيذه في هذا الكيك هذه الطريقه. وكطبقه اخيره غادي نوضع الكريمه بهذا الشكل، وغادي ندخلها للثلاجه نديمولي الكريمه وندخلها للثلاجة 4 ساعات فما فوق. إلا كانت ليلة كاملة يكون أحسن باش هكا يجينا الكيك مشرب وكيجي شاد راسو. غادي ندخلها للثلاجة ونحضر معكم الصوص أو الكناج اللي غادي نزينو به الكيك. خديت هنا 100 غرام من الشوكولاتة السوداء،
وبالحليب، وضفت ليها كذلك نصف كأس من الكريمة السائلة. أيضا يمكن لكم تعوضوها بالحليب. غندخلها الميكرووند أو حمام مائي حتى نذوبها. وفي هذه المرحلة نحاول أننا نوضع الشوكولاتة تكون دافية، ما تكونش سخونة، باش هكا ما تذوبلناش الكريمة. من بعد غادي نزينها بالملمع الغذائي مع القليل من الزيت. كنوضع خطوط فقط للتزيين. كنتمنى هاد الوصفة ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وضروري انكم تخليو الكيكة تاخد حقها في البرودة، يعني تخليوها مدة 4 ساعات فما فوق. شحال ما بقات في الثلاجة غادي تشتد وكتعطي القوام ديالها زوين. كنتمنى هاد الوصفة تكون نالت الاعجاب ديالكم. وصفة سهلة اقتصادية جدا لتحضير هاد النوع من الكيك. الى فيديو قادم ان شاء الله، وصفة قادمة. بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. اشتراك في القناة بالنسبة للناس اللي اول مرة كيشاهدوها. لايك الى عجبكم الفيديو. مرحبا بتعليقكم او اي تساؤلات، واسعد الله اوقاتكم بكل خير، ومع السلامة.